أنا والله ما عارف أبدأ منين. يعني واحد كِرِه نَفْسه، يعني ده منظر واحد برشلوني، طبيعي برشلوني بقى له 11 سَنة وهافضل كده. يعني أنا أول سَنة ما خدتش فيها دوري أبطال من بعد 2015 ما كنتش بدأت. هاخدها تاني إمتى بقى؟ إن شاء الله وأنا مثلًا عجوز وعندي السُكّر بقى أو عندي عيال وعندي أحفاد يمكن كمان. حاجة تقرف وحاجة يعني أنا يعني الماتش ده من أنجز الماتشات اللي شُفتها في حياتي، من جميع أنحاء عندي جميع الكلمات والألفاظ اللي ممكن أقولها، عندي كلام كتير أوي عايز أقوله. أول حاجة خلّيني أتكلّم في النُص الأولاني من الماتش واللي أنا فاكره منّه يعني التحكيم. التحكيم اللي أنا أصلًا شكّيت إن هو الكورة فيها تلاعب، شكّيت إن الكورة فيها رشاوي من كتر التحكيم اللي هو يا جماعة هو أنتم ما عندكوش عينين زيّنا؟ أنت حكم مش شايف الكورة بتاعة أولمو اللي هو واقع فيها والواد زقّه. طب ما أنت نفس الكورة دي لمّا إيريك جارسيا راح لا مؤاخذة في الكلمة غرفه كده بس لمسه بس تمام، من ضهره، رُحت مدّي له كارت أحمر. طب ما نفس الفكرة ده كانوا 2 بقى، كانوا 2 3 صَم على أولمو تمام. وكل ده ما يتحسبش، ده ما يتحسبش الحتّة دي يعني. كان بصراحة أكدت لي إن في يعني هبل بيحصل، والحكم كان مستفز وبارد. وفي ألف لقطة تانية مثلًا حد من لعيبة أتلتيكو مدريد وقع اتعور خلاص شكرًا. إحنا بقى ألف كورة باشا عادي قوم يا باشا العب، يعمل كده بيقول لهم كده، قوم يا عم العب أنت مش راجل يلا والّا إيه؟ فبالنسبة بقى للتحكيم كفاية اللي بيحصل مع برشلونة ده يا جدعان. حاجات بقت باينة وشغل بلدي وقديم وحاجات دي بتبان وكل اللي أنت عايز تقوله قوله بجد. يعني بجد حوار التحكيم مع برشلونة ده في دوري أبطال أوروبا بالذات يا جدعان. إحنا أصلًا ما إحناش يعني فريق التنين، ما إحناش يعني فريق الفشيخ، فسيبونا أصلًا ممكن نطلع عادي برضه، عشان لمّا نطلع ما حدش يطلع يتكلم يقول لك التحكيم. عشان لمّا نخسر نطلع نقول والله إحنا فرقة مهزأة، بدون أي إضافات تانية. لكن إحنا بيبقى عندنا دايمًا حاجة نقولها. أصل لو كنا مثلًا ضربة الجزاء كان زماننا 3-1 ودخلنا إكسترا كان ممكن فيها ومش فيها وشغل الهبل ده. ونقول لك برضه ما أنت مدريد كانت بتاخد بطولات على حِس الكلام زي كده. ضربات جزاء أيام قبل الVAR يعني 2017 و2016 والكلام ده كله. كانت بتاخد ضربات جزاء على حِس حاجة زي كده، والحاجة بتفرق، ضربة الجزاء بتفرق، أي حاجة بسيطة بتفرق، يعني ده مما لا شك فيه. فليه بقى ندخل في الloop دي أصلًا؟ الحاجة التانية بقى معلش، كابتن لامين يامال ومُنشَق منّه حاجات تانية عايز أتكلّم عنها يعني. لامين يامال أنت لعيب بيض، أنت يعني خلّيني أنا باحاول أحترم نَفْسي تمام. أنتم بقى يعني اسرحوا بخيالكم بقى بالألفاظ اللي أنا قُلتها في الماتش يعني. أنت لعيب مُقرف، أنت لعيب بتخصي، أنت لعيب زاني، أنت لعيب أنت عايز أنت إيه يالا؟ أنت إيه أنت العيّل أنت أبو شخّة أنت ماسك برشلونة؟ أنت ماسك برشلونة أنت يعني البُص هنا؟ يبقى دي فرقة فاشلة، فرقة فاشلة لمّا يكون اللي ماسك الفرقة دي عيّل زيّك. 1000 كورة بابقى خلاص باورم، أنا باورم حرفيًا من كتر ما أنت قاعد عمّال بترقّص وتتحنيك وتمام. وفي الآخر الكورة تطلع وعايز تعمل لي ويبقى أنت بتجرّب فينا، بتجرّب في الماتش زي كده. الحاجات دي تعملها في ماتش دوري، إحنا مثلًا فرق كام نقطة مش عارف إيه، عادي ممكن أهبّل. مش دلوقتي يا حبيبي، يا حبيبي الناس تضحك عليك، الناس تضحك عليك والله العظيم. ومنشَق بقى من الحتّة بتاعة الناس تضحك عليك دي، الجزئية بتاعة ليبرون جيمس بقى والtrend اللي أنا شُفته المقرف ده. والحتّة دي أنا بصراحة هاعاتب فيها 2. القدوة بتاعة فرقتنا طبعًا العيّل أبو شخة لامين يامال، وهانز فليك. هانز فليك أول ما جه كان أنا حسيت إن في قوانين صارمة، اللي هو في 1، 2، 3. وحتى منع حوار إن اللبس كل واحد ييجي بلبس براحته كله فيه uniform فيه مش عارف إيه، ما فيش تصوير كتير، ما فيش مش عارف إيه، يشوف مين لابس إيه. الحاجات دي عجبتني. إيه اللي حصل بقى الفترة دي؟ اللي عايز ينزّل، كل اللعيبة تحط ليبرون جيمس، وسايبهم كده على السوشيال ميديا عاملين زي العيال اللي أم شخة، كل واحد ينزّل له مش عارف ترند قبل أي ماتش. والمشكلة إن الحاجات دي
لو نجحت تمام، تمام بتبقى كويسة، اللي هو قدر ولطف الحمد لله ما طلعناش مُسخة. بس لو فشلت، يعني أنت لو طالع بتقول أنا ليبرون جيمس ومش عارف إيه وفشلت، هيمسكك يبقى الضعف بقى، الضعف عليك تهزيق و وسَف وmemes. فليه أصلًا ليه تحُط نَفْسك في الحتّة دي؟ ليه؟ وليه هانز فليك مش مانع الجزئية دي؟ أنا مش هاتكلم على آليات، أصل الآليات ما أنا كابتني عيّل بشخة، ما طبيعي يفضل يعمل لك الشغل الأهبل ده، وتلقيح الإستوريهات قبل كل كلاسيكو والحاجات اللي بتقرف دي. ميسي ما كانش بيعمل كده، وما فيش لعيب كبير كان بيعمل كده. دي حاجة برضه يعني آسف في الكلمة بتأكد إن العقلية يا ابني أنت مش نيمار، فوق يا حبيبي. ده أنت ما عندكش شخصية يا حبيب قلبي، ده أنت مش نيمار، أنت عايز تقنعني في الملعب إنك نيمار، والله العظيم أنت ما نيمار، أنت ما تجيش حاجة في نيمار لمّا كان بيلعب معانا. يا ربي يا جدعان على العيال ولاد امبارح اللي عاملين فيها ولاد النادي، اللي هم بقى من زمان بقى أوي بقى، وأنا خلاص بقيت زي ميسي. ده أنا تقريبًا يعني لامين يامال بيتكلم يعني، أنا تقريبًا يعني ربع ميسي دلوقتي والّا نُص ميسي يعني، عشان خلاص جبت لي يورو وجبت لي مثلًا 50 جون مع برشلونة، خلاص كده شكرًا. يا أخي يا أبو أم Gen Z على القرف ده. فدي جزئية بصراحة مقرفة. ده الواد روني بردغجي ده والّا مش عارف مين، نزل عمل 10 دقايق يعني ب5 ماتشات الأخرانيين مثلًا بتوع لامين، بجد يعني. يجيب لك جون وبعد الجون يروح يتجعس ويفضل بقى يرقّص يا جماعة، يا جماعة مش كده يا جماعة، ده أنا كنت باقول أنا عايز ليفاندوفسكي وفيران توريس يطلعوا برّه عشان خاطر مش ثابتين في مستواهم ومش عارف إيه، ولامين يامال ما فيش حاجة بجد عِدلة في الفرقة دي، ما فيش حاجة عِدلة خالص. وأراوخو اللي جاي كرة يلعبها لي في السما، مدافع مش عارف يطلّع، مش عارف يحط الكرة في الجون، ده لو كان راموس كان حطها في أم الجون. بس بجد يعني حاجة تقرف. أنا يعني أنا بين نارين، إن إحنا فاشلين وإن إحنا التحكيم ظلمنا، المعتاد يعني بتاع أي برشلوني. بس خلّينا نقول إن إحنا فاشلين برضه والتحكيم برضه ظالم، الاتنين مع بعض يعني ده ما ينفيش ده وده ما ينفيش ده. فبس حقيقي ما فيش كلام تاني يتقال، هو كان بس يعني كلمتين كده على واحد عايز يطرشهم ويقول القرف اللي هو حاسس بيه واللي هو شايفه من ناحية الفرقة دي، ومن ناحية أشباه الرجال اللي ماسكين الفرقة وبيلعبوا. على الأقل أنا كنت باحب رافينيا، تمام، رافينيا حتى لمّا بيغلط عشان على الأقل راجل. أنا عارف إن رافينيا ما عندوش شغل وعاقل بقى، ما بقاش اللي هو عصبي وكده، بقى عاقل وما بيعملش الشغب ده وما بيخشش في الحوارات دي. لمّا بيكسب بيقعد بقى ينزّل ستوريهات اكسب واعمل كده، عشان خاطر لمّا تخسر على الأقل ما يبقاش يعني بتتهزّق وتمسح بكرامتك الأرض. فيعني أنا خلاص جِبت آخري بجد ويعني أنا أصلًا يعني عارف أنت قبل السيزون ده ما يبدأ، كنت قُلت بعد السيزون اللي فات اللي حصل فيه يعني في إنتر ميلان والكلام ده، قُلت أنا مش هاثق في الفرقة دي تاني، واللي هو خلاص بقى ما عنديش عَشَم. بس غصبٍ عن الواحد بيرجع زي الكلب تاني يتعشِّم، بيفتكر إن في حاجة ممكن تحصل والّا حاجة ومش عارف إيه، وليه أنا أفضل قاعد كده أصلًا مستني حاطط إيدي على قلبي، وأتلتيكو مدريد الفرقة العِرّة، الفرقة العِرّة الزبالة دي أطلع من على إيديها. كفاية إهانة بقى بصراحة يا جماعة وكفاية قرف. أنا يعني قرفت من برشلونة. برشلونة يا جماعة مش هتقوم، محتاجة عَمْرة، محتاجة قومة يعني كبيرة. وإحنا أصلًا معناش فلوس، وعشان نجيب فلوس لازم نبيع أشباه الرجال، تمام، اللي عاملين فيها لعيبة دول، ومحتاجين بقى انضباط. والكورة أصلًا ما بقتش زي زمان. أنا بُصّوا أنا طالع أكيبكم وخلاص، هي كآبة بكآبة بقى. الكورة أصلًا ما بقتش زي زمان، وما فيش لعيب هييجي زي ميسي ولا كريستيانو ولا اللعيبة اللي كانت ملتزمة المجتهدة، كلّها عيال جديدة، عيال Gen Z. والعيال Gen Z طبعًا يعملوا لك جون، يجيبوا الجون ومش عارف إيه، والّا هو أصلًا قاعد بيفكّر دلوقتي لامين يامال قاعد بيفكّر وهو بيرقّص، وأي حد يعني في سِنّه كده، أنا هاعمل حركة هتنزلها على التيك توك بقى، هاجيب فيلس بقى ينزل على التيك توك والّا أعمل مش عارف إيه، يجيبوا لي لامين يامال كور والّا تجميعة كباري لامين يامال وشغل الأهبل ده. فيعني بصراحة خلاص بقى، أنا كعمرو لا، لا، لأ، لا، لا، لأ، رجّعوا لي يا عم، رجّعوا لي بيكيه، والله العظيم رجّعوا لي بيكيه ورجّعوا لي جوردي ألبا رجّعوا لي ماسكيرانو وبرافو، بس هاتوا لي ميسي وسواريز ونيمار، أو ميسي وسواريز بس يا شيخ، مش لازم نيمار. وهات لي على الشمال بقى أي حد تاني، يعني راشفورد، هات راشفورد عادي مش مشكلة، أنا هاقبل براشفورد مش مشكلة. ف ولا هارد لك بلا خرا بقى، يالّا.
نصبح ألف خير بقى والّا ألف شر مش فارقة. سلام يا جدعان.